مساء الخير عزيزي طالب أولى إعدادي. مساء الخير، إزيك عامل إيه؟ معاك أندرو مجدي ده تيتشر أوف ساينس. طلبتي في المدرسة، طلبتي في السنتر، طلبتي على اليوتيوب. أهلا وسهلا بيكم. النهاردة جايين نراجع مراجعة شهر أكتوبر عشان امتحاناتنا بإذن ربنا الأسبوع الجاي. ربنا معاكم بالنجاح إن شاء الله. آه، يلا بينا نحل كده كام سؤال. معاك PDF. مش عارف الصراحة هو كام ورقة، بس أنا هسيبهولك في اللينك. ممكن نبص كده نحاول نشوف هما كام ورقة. هم حوالي 12 ورقة. هم 12 ورقة عشان أول ورقة مش محسوبة فاضية. أكتوبر ريفيجن عبارة عن برضو، تعالى نبص بصة سريعة كده. أول سؤال ساينتفك ترم. حل مع بعض مثلا حوالي 28 سؤال. ثم اللي بعده الكومبليت هنحل مع بعض حاجة و40 سؤال، ما يقرب من 50 سؤال، 49. ثم الوات از مينت بايز بتاعتك اللي هي الديفاين، ده سؤال طبعا مهم وجاي في الامتحان. ثم الجيف ريزونز والوات هابنز والكومبيرز. ادي الساينتفك ريزون اللي هو الجيف ريزون. ثم وات هابن اللي يحصل. هسيبه لك زي ما قلت لك لينك PDF وحضرتك داونلوده وابدا حل معايا وذاكر، وان شاء الله يعني ان شاء الله ان شاء الله ربنا يكرمنا كلنا ويرضينا، والامتحان يعني ما يخرجش من هذا الورق، لان الورق ده متحضر من كتاب التقييمات واسئله كتاب المعاصر، وبالتالي ان شاء الله يعني نستفاد بيه كلنا وبالنجاح. هيا بنا. معلش لو صوتي مبحوح شويه، بس هو واجعني من كتر المراجعات وهكذا يعني. ويلا بينا بسم الله. اولا بيقول لك everything that has mass and occupy a space. طبعا عنده ده تعريف الماده. صغر الخط شويه. اللي بعده البيلدينج يونت اوف ذا ماتر، طبعا ده تعريف الاتوم، الذره. رقم 3، ايه هما التايني بارتكلز that can't be subdivided؟ ايه هي الجزيئات اللي ما ينفعش تتقسم؟ تقول لي يا اندرو والله ده برضو الاتوم، الذره. رقم 4، مين هو الساينتست اللي عمل اول ساينتفك ثيوري عن الاتوم؟ تقول لي طبعا يا اندرو سهله، ده دالتون، عمو دالتون. مين هي السبيس، المكان اللي موجود فيه كونتين البروتونز والنيوترونز؟ طبعا تقول لي يا اندرو البروتونز والنيوترونز عايشين في النيوكليوس، وطبعا مجموعهم بيساوي الماس نمبر. رقم 6، مين هو الباث in which the electron revolve around the nucleus؟ تقول لي عنده سهله، ده الانرجي ليفل، الالكترونات عايشه في الانرجي ليفل. 7، يقول لك مين هو البارتيكل that include protons and neutrons and electrons؟ طبعا بكل بساطه هتقولي ده عنده تعريف الالكتريك تشارج، الشحنات الكهربيه. مين هي البارتيكلز اللي بتحتوي على بروتونز ونيوترونز والكترونز؟ هتقولي عنده ده الالكتريك تشارجز، الشحنات الكهربيه. السؤال اللي بعده positive charged particles located inside the nucleus. مين البوزيتيف اللي موجود في النيوكليوس؟ تقول لي عنده برضه البروتونز. مين هي البارتيكلز whose mass is neglected while their charges can't؟ يعني مين هي اللي بنتجاهل ماسها ولكن مش بنتجاهل شحنتها؟ اللي بنتجاهل ماسها هي الالكترونات. طب مين اللي بنتجاهل شحنتها؟ النيوترونات. السؤال اللي بعده 10، particles whose charges are neglected، شحنتها مهملة. طبعا اللي شحنتها مهملة هي النيوترونات، النيوترونز. خش على سؤال 11. سؤال 11 بيقول لك chemical compounds used in improving the agriculture productivity. يعني مين هي المواد الكيميائيه اللي بتستخدم في تحسين الانتاج الزراعي؟ تقول لي عنده الكيميكال فيرتلايزرز، السماد، الكيميكال فيرتلايزرز، السماد. ماشي. سؤال 12، type of fertilizer contain nitrogen and phosphorus and potassium. طبعا انت حافظها، ده ال NPK fertilizer. سؤال 13، مين هو الاليمنت necessary for greening the plants؟ طبعا النيتروجين هو المسؤول عن خضار النبات.
عشان نبات يبقى اخضر محتاج يكون عنده كميه نيتروجين محترمه. السؤال اللي بعده، مين مسؤول strengthening الروتس؟ يعني مين مسؤول يقوي الروتس بتاعت حضرتك؟ تقول يا اندرو ده الفوسفورس. سؤال 15 element necessary for the healthy plant growth. طبعا ده أهمية البوتاسيوم. سؤال 16 number of protons found inside the nucleus. طبعا عدد البروتونز هو الاتوميك نمبر يا اندرو. ماشي، يبقى اتوميك نمبر. اللي بعده summation of number of protons and neutrons مع بعض، مجموع بروتوناتك ونيوتروناتك اسمه الماس نمبر. اللي بعده the difference between atomic mass and atomic number. لو عملت الرقم اللي فوق اللي هو الماس نمبر ماينس الرقم اللي تحت اللي هو الاتوميك نمبر، طبعا هيديك النيوترونات وانت مغمض، النيوترونز. السؤال اللي بعده different forms of element have the same atomic number ولكن different في الماس نمبر. طبعا مين اللي different في الماس نمبر اما زي بعض في الاتوميك نمبر؟ ده تعريف الايزوتوبس، ودي مهمه على فكره. الايزوتوبس هي نظائر العناصر. يعني ايه نظائر العناصر؟ يعني واحد شبهه بس مش هو، او مش هو في وقت طبيعته. زي ما بشرح لك في السنتر او في المدرسه، قلت لك هو والدك هو متعصب، او هو صاحبك هو متعصب، تقدرش تحكم عليه. ليه؟ لانه مش هو ده الايزوتوب، وبالتالي الايزوتوب هيبقى جواه طاقه زياده جدا ويخرجها ثم يرجع تاني يبقى هو العنصر عادي جدا. يبقى مختلف في الاتوميك، مختلف في الماس نمبر اللي هو الاتوميك ماس، اما متشابه في الاتوميك نمبر اللي هو العدد العادي بتاع الالكترونات والبروتونات. 20 the simplest pure form of matter can't be separated physically or chemically. طبعا تعريف الاليمنتس العناصر. 21 materials composed of two or more substances that are not chemically combined، يعني لم تتفاعل كيميائيا. تعريف الميكتشر المخلوط. 22 mixtures whose components can be distinguished with naked eye. يعني مين اللي اقدر افرقها بعيني المجرده، اقدر اشوفهم، يعني ما انسجموش مع بعض، ما دخلوش جوه بعض. طالما اقدر اشوفها بالعين المجرده يبقى اسمه هيتروجينيوس، زي رمل في ميه، شعر في ميه، زي طبق السلطه وهكذا، تقدر تفرقه عن مكوناته. The pure substance is formed as a result of chemical combination of two or more elements in a fixed ratio and the components can be separated. طبعا ده تعريف عامه الكومباوند. وما تنساش يا ابن عمي زي ما قلتها في المدرسه والسنتر، حضرتك عندك 5 كومباوندات، ارجوك ذاكرهم ورايا. تعالى نكتبهم. اول كومباوند وهو الميثان CH4. تاني كومباوند وهي الووتر الماء H2O. تالت كومباوند وهو الكربون دايوكسيد جاز رمزه CO2، والنيتريك اسيد HNO3، والميركوريك اوكسيد HGO. طبعا الكلام ده مش محتاج اقول لك انه مهم، مش محتاج اعرفك الكلام ده. الموليكيولر فورميولا دي مهمه قوي. الموليكيولر فورميولا هي CH4 H2O CO2 HNO3 HGO. الموليكيولر فورميولا ما تنساش هي فورميولا بتحتوي على النمبر والتايب اوف اتومز، عدد وانواع الذرات، الاتومز والاليمنتس اللي بتكون كل كومباوند. يبقى دول الكومباوندات بتوعنا. اللي بعده دول اللي في المنهج بس، طبعا مش كل دول اللي في العالم يعني. سيمي ميتال بنعمل بيه الالكترونيك شيبس، الرقائق الالكترونيه. طبعا عمو السيليكون، عمو السيليكون.
an alloy that maintain its strength at a high temperatures and is used in the manufacture of military aircraft structures. مين هي الالوي السبيكه اللي بتستخدم في بناء هياكل الطيارات؟ طبعا الالومنيوم تيتانيوم الوي. الومنيوم تيتانيوم الوي. 6. The symbolic formula that express the type and number of atoms. مين هي السيمبوليك فورمولا؟ لسه قايلها، الموليكولر فورمولا. 7. Properties that can be observed and some of them can be measured. طبعا يا فندم ايه هي اللي اقدر اقيسها والاحظها؟ دي طبعا مشطوبه، دي كلمه زياده اللي انا بشطبها دي. هتقولي والله انظر دي الفيزيكال بروبرتيز. طالما اقدر اشوفها واقدر الاحظها واحسبها يبقى دي الفيزيكال بروبرتيز. اللي بعده بيقول لك the properties that can only appear when a chemical reaction occur. طبعا بكل بساطه ده تعريف الكيميكال بروبرتيز، الخصائص الكيميائيه. اللي بعده سؤال كومبليت تافه. يلا بينا، وكالعاده بنقول بسم الله. 1. The electrons revolve around the node at a very high speed. الالكترونات بتلف حوالين around the nucleus. اوعى تتلخبط، هو مالكش ان. لو قال لك بتلف فين تقول لي في الانرجي ليفل، طب بتلف حوالين مين؟ يبقى حوالين النيوكليوس. The chemical symbol البوتاسيوم طبعا كي. اللي بعده دي كي. صح، نكتبها بطريقه اشيك اسهل من القرف ده كله يعني اهو. The chemical symbol for node is Ag. مين ال Ag؟ السيلفر طبعا. اتفضل. طبعا ما تنساش اوعى تتلخبط، الذهب هو ال Au. ال NPK fertilizer بيتكون من مين؟ which is necessary for strength the roots. مين اللي بيقوي الروتس؟ الفوسفورس. 5. Not are chemical compounds used in improving تحسين ال agriculture product. طبعا يا فندم ده تعريف الكيميكال fertilizers. الكيميكال fertilizers. 6. An element atomic number is 8. So the electron configuration. طبعا طالما الاتوميك نمبر ب 8 يبقى الالكترون كونفيجريشن بتاعه هتقول لي والله يا اندرو اهي بوزيتيف 8 في النيوكليوس، تكتب بوزيتيف 8. استنى بس نمسح الكلام ده، خليها بالنظافه شويه. تقوم راسم لي النيوكليوس، النيوكليوس فيها بوزيتيف 8، تقوم قايل لي والله بوزيتيف 8. تقول لي الكي هياخد 2 والال هياخد 6. رسم على نظافه كده والشياكه عشان تاخد درجه كامله. 7. The outer level of any atom doesn't contain more than 8 electrons. اي واحد ما بيستحملش فوق 8 الكترون. The second level is طبعا الليفلات بتاعتك K L M N O B Q، يبقى الثاني هو ال L. 9. The number of main energy levels. عدد المستويات الطاقة الرئيسية is 7. 7 K L M N O B Q. 10. The number of electrons necessary to saturate the first 4 energy levels can be determined by mathematical relation. يعني بيقول لك عدد الالكترونات بتاع اول 4 مستويات طاقه اقدر احدده determine احدده بايه؟ تقول لي 2 n باور 2. ما تنساش عشان دي مهمه. يبقى عدد الالكترونات اقدر احدده من القاعده اللي بتقول لحضرتك القاعده determined احدده بالقاعده relation، القاعده اللي هي بتقول لك 2 n باور 2. خش على اللي بعده. سؤال 11. 11
يقول لك an element nucleus contains 27 نيوكليون والنيوترونات ب 14، فالالكترونات بكام؟ تعالى اوريك حاجه. مين هي النيوكليونات؟ تعالى نحسبها. النيوكليونز هي الماس نمبر. النيوكليونز هي البروتون زائد النيوترون اللي هي الماس نمبر. حلو، يبقى انا مديك البروتون ومديك النيوترون في النيوكليون، ماشي. طيب تعالى نبص على المساله تاني. هو في المساله بيقول لك، او في الكومبليت يعني بيقول لك النيوكليونز ب 27، يبقى 27 بتساوي نيوترونز ب 14 نقط بلس 14 بس خلاص. فهو عايز الالكترونات. هتقول لي يا اندرو ما هي الالكترون قد البروتون، يبقى انا لو حسبت البروتون كاني حسبت مين؟ الالكترون، لان البروتون قد الالكترون. يبقى اذا 27 بتساوي كام بلس 14؟ 13 13. يبقى كام الكترون؟ 13. يعني الالكترون هو البروتون. يبقى النيوكليونات اهي تاني بتساوي بروتون بلس النيوترون. فهو مديك النيوكليونز بكام في المساله اهي؟ 27 كتبناها، ومديك النيوترونز بكام؟ ب 14 كتبناها. فاضل لك تحسب مين؟ البروتونز. اللي بعده 12. سؤال 12 بسم الله. بيقول لك نقط are different form of one element having the same atomic number but different in مين؟ طبعا ده تعريف الايزوتوب، باين قوي. ايزوتوب عندهم same atomic number but different in mass number، مختلفين في الماس نمبر. 13 each period كل دوره end with element of group الزيرو، كل دوره بتنتهي بجروب الزيرو. and this group is preceded. كلمه preceded معناها قبلها. قبلها مين؟ هتقول لي قبلها جروب ال 7 a هي الهالوجنز. سؤال 13 ده سؤال لذيذ. سؤال 14 the second period start with element of group مين؟ طبعا السكند بيريود اي بيريود بدا بجروب ال 1 اي اللي هي الالكلاي ميتال. and end with element of group مين؟ بتنتهي بمين؟ بالزيرو جروب اللي هي النوبل جاسز. يبقى اي بيريود اي دوره بتبدا بال1 a وبتنتهي بالزيرو جروب اللي هي النوبل جاسز. 15 سؤال 15 بيقول لك ذا مودرن بريدكت تيبل بيتكون من كام بيريود اند كام جروب؟ طبعا هتقولي بيتكون من 7 هوريزونتال بيريود، 7 هوريزونتال بيريود and 18 فيرتيكال جروب. 7 هوريزونتال بيريود و18 فيرتيكال جروب. سؤال 16 ذا مودرن تيبل فيه كام بلوك؟ فيه 4 بلوكات بس. اس بي دي اف. 17 element of block S are located on نقط. طيب يبقى الاليمنت بتاع الاس بلوك موجود فين؟ on the left side. يعني ايه left side؟ يعني على الشمال. الاس بلوك كان موجود في الليفت سايد، يبقى الاليمنت بتاع الاس بلوكات located on the left side على الشمال and consists of two groups. بيتكون من جروبين. مين هما يا اندرو مجدي؟ ال1A وال2A. ماشي. while بينما element of not are located in the bottom of periodic table. مين اللي موجود في القاع في تحت المودرن periodic table؟ طبعا يا فندم بلوك اف او الاف بلوك هي اللي موجوده تحت. الاس كانت على الشمال والبي كانت على اليمين، اما الدي كانت في النص والاف تحت خالص. 18 نوبل جاسز ار لوكيتد ان ذا مين بلوك؟ البي بلوك طبعا. اند كونتين بتتكون من ايه يا فندم؟
البي بلوك بتتكون من 6 جروبس، 6 جروبس، 6 جروبات. سؤال 19 element of mean the periodic table are and it contain block are located in the middle. سؤال 19 ده بايظ، اشطبه احسن. ده السؤال البايظ بتاعنا في سؤال الكومبليت، ناقص نقط كتير، يعني السؤال اتكتب غلط، فقلنا نشطبه احسن. سؤال 20 البويلنج بوينت اوف برومين از نوت ذا بويلنج بوينت اوف كلورين، وهنا مفيش نقط برضه، دي مفيش نقط. يبقى البويلنج بوينت بتاعت البرومين ايه علاقتها بالبويلنج بوينت بتاعت الكلورين؟ اكبر ولا اصغر ولا تساوي؟ تعال نشوف. اولا في جروب ال7 a اللي هم فشل بري، طبعا لو انت اول مره تسمعني هتقول ايه العبط ده، ايه فشل بري دي؟ لا يا ابن عمي، الفشل بري هم عناصر ال7 a، اخوك اندرو اختصرهم لك عشان تعرف تذاكرهم. الفشل بري، وشكرا. هم دول الفشل بري، مجموعه ال7 a اللي هم اسمهم هالوجنز اللي كلهم اخرهم 7 الكترونز. ماشي. وانت نازل كان ايه اللي بيحصل للبويلنج بوينت والميلتنج بوينت؟ البويلنج كان انكريز بيزيد. ايه يا اندرو انكريز بيزيد؟ يعني ايه؟ يعني طول ما انت نازل لتحت البويلنج بوينت درجة الغليان بتزيد، يعني اللي فوق اقل، الفلورين اقل من الكلورين، الكلورين اقل من البرومين، طبعا ده برومين بي ار، يبقى فشل بري. واعلى واحد فيهم هو الايودين، اعلى واحد في البويلنج بوينت. يبقى اذا فشل بري بالترتيب، اللي فوق اوطى واللي تحت اعلى. وعايز ايه بقى؟ يبقى تبقى جريتر ذان، البويلنج بوينت بتاعت البرومين از جريتر، اكبر، الحق ما بيكتبش، جريتر اكبر من الكلورين. 21 element of the same group، الاليمنتات اللي في نفس الجروب عندها ايه؟ طبعا ده سؤال برضو مهم وخطير. العناصر اللي في نفس الجروب السيم جروب عندهم حاجتين. الحاجه الاولى same number of electrons in outer level، نفس عدد الالكترونات في الاوتر ليفل، وبجانب انهم عندهم سيم كيميكال بروبرتيز، كيميكال بروبرتيز نفس الخصائص الكيميائيه ونفس عدد الالكترونات في الاوتر موست انرجي ليفل. بالاجابه بتاعتك اللي انا كتبتها بالموف دي same number of electrons and the same chemical properties، same number of electrons in the outer level او الاوتر موست انرجي ليفل. سؤال 22 the scientific base in which Mendeleev periodic table is made from arrangement elements، ترتيب العناصر according to atomic weight. مندليف رتب على حسب الاتوميك ويت. 23 the scientific base of Moseley's periodic table، ايه البيز بتاع موزلي؟ تقول لي يا اندرو الاتوميك نمبر. طبعا في طلبه هتقول لي انت حليت السؤال 22 غلط، افتكرت عشان قالوا لي كده في السنتر فاكرني ايه بهزر. اتوميك ويت هي اتوميك ماس يا سنه اولى. سؤال 24 the scientific base in which the modern periodic table is arranged. المودرن periodic table اترتب بناء على حاجتين مهمين، تعال نكتبهم. اول حاجه يبقى سؤال 24 الاجابه بتاعته واحد على حسب الاتوميك نمبر. تاني حاجه على حسب الواي اوف فيلينج انرجي سب ليفلز ويز الكترونز. السؤال ده طبعا مهم. يبقى المودرن بيريدك تيبل مترتب على حسب الاتوميك نمبر ومترتب على حسب الواي اوف فيلينج ذا انرجي سب ليفلز ويز الكترونز. اللي بعده سؤال 25
The scientists mostly discovered that the properties of elements are related to. موزلي اكتشف ان خصائص العناصر related يعني متعلقه بمين؟ متعلقه بالاتوميك نمبر not as atomic weight. المندليف بيليف not to atomic weight على حسب معتقدات مندليف كان معتقد ان هو على حسب الاتوميك ويت مش الاتوميك نمبر. طبعا ده كان غلط. سؤال 26. ذا بلوك بي، البي بلوك ستارت بجروب مين؟ قلنا يا فندم البي بلوك بادئه بجروب ال 13 اللي هي 3 a اند اند ويز جروب ال 18 اللي هي الزيرو جروب. يبقى خلي بالك البي بلوك بادئه بجروب 13 اللي هو 3 a ثم 14 4 a 15 5 a 16 6 a 17 7 a وال 18 اللي هي الزيرو جروب بادئين من 3 a وناهيين عند الزيرو جروب. خش اللي بعده. بيقول لك elements of halogens and noble gases are located. طبعا الهالوجنز والنوبل جازز موجودين في البي بلوك. 28 all element of mean block are metals. طبعا الاس بلوك كلهم metals except الهيدروجين، ما عدا الهيدروجين هو الوحيد اللي نون ميتال جاز. اللي بعده 29 the number of elements in the first period. الدورة الأولى فيها كام عنصر يا ابن عمي؟ الدورة الأولى فيها عنصرين اتنين بس هما الهيدروجين والهيليوم، يبقى 2 elements. while the number in the fourth period في الدورة الرابعة هيبقى 18 عنصر اللي هم بالعرض. 18 عنصر ليه بقى؟ ال 1A وال 2A وال 3A وال 4A كلهم كل الايات وكل البيات اللي هي الاس بلوك والبي بلوك والدي بلوك. 18 فيرتيكال جروب معدودين في الدورة كاملة، يبقى 18 element. 30 the transition elements started to appear from period number 4 and their بلوك بتتكون من كام جروب؟ طبعا الترانزيشن اليمنت هي بلوك الدي بلوك، والدي بلوك مكونه من 10 جروبات. حسبتها ازاي يا اندرو؟ سهله، عشان الاس ب2. تعالى برضو ارسم لك عشان تبقى متخيل معايا الموضوع. الاس ب2 اهم، والبي دي الاس ب2 اهم جروبين. البي بقى هنا ب6 هنعملهم 1 2 3 4 5 وادي الستة. الجدول ده البي، الجدول بقى كام؟ 18، يبقى دول لازم يبقوا 8، سوري لازم يبقوا 10. دول 2 ودول 6 يبقى دول 10 عشان الاجمالي يبقى 18 فيرتيكال جروب. يبقى الدي بلوك بادئه من الدوره الرابعه اللي هي الترانزيشن اليمنتس. الترانزيشن اليمنت هي الدي بلوك، ما تتلخبطش معايا وما تنساش ده مهم. الترانزيشن اليمنتس هي الدي بلوك started to appear from period number 4 and البلوك بتاعتها بتتكون من 10 جروبس، 10 جروبات. 31 the chemical activity of alkali metals بيحصل لها ايه from up to down؟ طبعا النشاط الكيميائي بتاع الالكالي ميتال اللي هي ال 1A increase from up to down، ارجى الراجل تحت شمال. يبقى the chemical activity of alkali metals increases بتزيد من فوق لتحت. while the chemical activity of halogens اللي هي ال 7A طبعا عكسها تبقى decrease، عكسها الميتالز بتزيد من فوق لتحت والنون ميتالز بتقل من فوق لتحت. يبقى احسن ست اللي هي في ال 7A يعني فوق على اليمين اللي هو الفلوراين، وارجى الراجل يعني ارجى الميتال تحت على الشمال اللي هو السيزيوم. السؤال رقم 32 و 33 ملغيين، كانوا موجودين السنه اللي فاتت، يخص الاتوميك راديوس، ملغي يا معلم. 34 سيليكون اند جيرمينم
هم عباره عن ميتالويدز، لان ما تنساهمش الميتالويدز مهمين: بورون، سيليكون، جيرمينم، ارازينيك، انتيموني، تيليريوم. دول الميتالويدز بتوعك. 5. What are substances that can't be separated into their components؟ مين اللي ما اقدرش افصلهم؟ الاليمنتس. 36. Water can be separated into its components باستخدام جهاز اسمه هوفمانز فولتاميتر. هوفمانز فولتاميتر الجهاز بتاع الميه اللي بيفصل الميه الهيدروجين واكسجين اسمه هوفمانز فولتاميتر. 7. Water is decomposed by electrolysis. الميه بتتحلل بالالكتروليسيس لمين ومين؟ لهيدروجين واكسجين. الميه بتتكسر بالهيدروليسيس. هيدروليسيس اللي هو انا اسف الالكتروليسيس، يعني الالكتروليسيس اللي هو التحلل الكهربائي. الميه بتتكسر بالالكتروليسيس بجهاز هوفمانز فولتاميتر لهيدروجين واكسجين. 8. الميكتشرز ار كلاسيفايد انتو. الميكتشرات بتنقسم لهوموجينيوس وهيتروجينيوس، المتجانس والغير متجانس. تعال نكتبهم في الهواء الطلق. سؤال 38 عشان دول هياخدوا منا مساحه كبيره. الهوموجينيوس والهيتروجينيوس. يبقى انواع الميكتشرز: الهوموجينيوس، تاني حاجه الهيتروجينيوس. والهوموجينيوس معناه متجانس، يعني ما اقدرش افرقه من بعضه، زي الميه وملح، ده الهوموجينيوس. سولتي ووتر مثلا، متجانسين مع بعض. اما الهيتروجينيوس زي ساندي ووتر، ميه برمله. خش على اللي بعده يا اندرو. 39. مين هم لسه شارحها حالا؟ حالا. نوعت ميكتشرز كانت بي ديستنجوشد، ما اقدرش افرقها. الهوموجينيوس شيء بديهي جدا. 40. all matters are composed of small similar units called atoms طبعا او particles. يعني كل الماترز، كل المواد بتتكون من small and similar units called atoms او particles. 41. molecules of not are molecules of not consist of atoms of the same type. طبعا هتبقى molecules of elements. الاليمنتات بتتكون من نفس النوع، والموليكيولز اوف مين بتتكون من ديفرنت تايب. طبعا ده الكومباوند. يبقى الاليمنت نفس النوع والكومباوند مختلف. يعني الذهب بيتكون من ايه؟ هتقولي من ذهب، يبقى اليمنت. الحديد بيتكون من ايه؟ هتقولي من حديد، يبقى اليمنت. النحاس بيتكون من ايه؟ هتقولي من نحاس، يبقى اليمنت. وبالتالي الاليمنتات بتتكون من نفسها. اما مين اللي بيتكون من حاجات مختلفه؟ هو الكومباوندات. 42. the number of atoms in a single molecule in some organic compounds بيوصل لآلاف. زي مين؟ زي الهيموجلوبين والبلاستيك بوليمر وفيتامين دي. 43. مين البيور substance that formed by combination of two or more elements؟ طبعا ده تعريف الكومباوند، لسه قايلينه فوق على فكرة. تعريف الكومباوند: النيتريك اسيد اللي هو ال HNO3، قلت لك في اول الفيديو في الكومباوندات مكون من 3 ايه يا فندم؟ HNO3. NO3 يبقى مكون من 3 اكسجين و1 هيدروجين و1 نيتروجين، ان رمزه HNO3. الميثان CH4 طبعا ده من ضمن الاورجانيك، اما النيتريك اسيد من ضمن الان اورجانيك. الميثان من ضمن الاورجانيك والنيتريك اسيد من ضمن الان اورجانيك.
الميثان من ضمن الاورجانيك، والنيتريك اسيد من ضمن الان اورجانيك. ايرن اند كورك، الحديد والفلين، اقدر ادستنجوش افرق ما بينهم ازاي؟ عن طريق الدنستي، كثافه. هيليوم is used to fill up، الهيليوم بنملى بيه مين؟ انت ماشي في الشارع بتلاقي عمو بتاع البلالين، مش بتريق بجد والله، ماسك الباقيين طايره ليه؟ منفوخه هيليوم. يبقى الهيليوم فيلد بالونز، بيملى بيه بالونات. اما النيتروجين بملى بيه الكاوتشات، الكار تايرز، كاوتش عربيه. 48 carbon is from monoatomic molecules. monoatomic. تعال افكرك بشويه مونو اتوميك وداي اتوميك وبولي اتوميك، عشان ده سؤال امتحان اعتقد، يعني خبرتي الضئيله كمدرس بقول لك ان ده سؤال امتحان. بص يا عم، مونو اتوميك يعني ذره واحده بيتكون من نفسه فقط لا غير، معهوش حد غيره، يعني زي الكربون والفوسفورس والبوتاسيوم والكالسيوم، يعني يكفي هذا القدر. طبعا في تاني صوديوم، زعلش نفسك، كفايه. بص بقى الداي اتوميك دي بقى مهم تحفظها. تحفظها ازاي؟ فسل بريهون. ايه؟ فسل بريهون. خدها بقى مني لو اول مره تسمعني، وذاكرها يا معلم لحد ثانويه عامه والله. مين هم الفسل بريهون؟ بص معايا. فسل بريهون. بدأت توضح الرؤيه. تعال نقراهم مع بعض. المفروض بقى لو انت شاطر وفهمان عرفت الفلوراين والكلوراين والبرومين والايودين والهيدروجين والاكسجين والنيتروجين، كل دول داياتوميك، كل دول داياتوميك، يعني بيمشوا جنبهم 2 F2 Cl2 Br2 I2 H2 O2 N2. الفسل بريهون. طب مين بولي اتوميك عندك في المنهج؟ طبعا في كتير، بس انا بقول لك عندك في المنهج تقول لي يا اندرو مجدي البولي اتوميك هم الاوزون، بيتكون من O3. طبقة الأوزون O3. اللي بعده 49 ذا ريد ميركوريك أوكسايد هيديكومبوز، يتفكك، يتحلل انتو ايه؟ قال لك انتو سيلفر ميركوري. سيلفر ميركوري يتحلل للسيلفر ميركوري اند اوكسجين. ميركوري لونه سيلفر ويطلع معاه الاكسجين باي هيتنج طبعا. لما تيجي تسخن الريد ميركوريك اوكسايد يطلع ميركوري لونه سيلفر ويطلع معاه اكسجين. بعد كده شويه تعريفات. وات از مينت بايك، طبعا المفروض تحفظهم، مهمين جدا. تعريف الماتر، تعريف الاتوم، تعريف الاتوميك نمبر، تعريف الماس نمبر، الاتوميك ماس، ثم تعريف الايزوتوب، فرتلايزر، مندليف ستيبل وموزلي ستيبل والمودرن بريدك تيبل، تعريف الميتال والنون ميتال والفالنسي. البيكومتر طبعا ده متشال من المنهج. ثم تعريف البويلنج بوينت، تعريف الميلتنج بوينت والبيور والاليمنت والكومباوند والميكتشر. الهوموجينيوس والهيتروجينيوس والمولكيولار فورميلا، الفيزيكال بروبرتيز اللي انا اقدر اميجرها، والكيميكال بروبرتيز اللي بتظهر من الكيميكال رياكشن. ثم تعال نحل ده. give example. وبسم الله. A molecule of an organic compound. مين الاورجانيك كومباوند؟ بسيطه خالص، قول لي والله يا اندرو الميثان.
A molecule of element consists of single atom ولا الكربون. A physical property to differentiate between metals. اكتب الدنستي. طبعا تقدر تكتب الفيسكوستي والهاردنس والالكتريك كوندكتيفيتي والثيرمال كوندكتيفيتي، في كذا حاجه بس انا بختار الاسهل، دنستي الكثافه وخلاص. في طبعا الفيسكوستي قلت لك تنفع، والكلر والتيست والسميل. 4. الكيميكال بروبرتي دو differentiate between substances. ايه الكيميكال بروبرتي اللي بتفرق ما بين المواد؟ تقول لي والله يا اندرو ان لون الليتمس بيبر بيتغير على حسب السبستنس. يبقى هي الكيميكال بروبرتي اللي بتفرق ما بين المواد وبعضها. تقول لي changing the color of litmus paper. تعالى نكتبها بايد عشان هي طويله شويه. changing the color of litmus paper according to او حسب السبستانس تايب. تاني changing the color of litmus paper ورقة عباد الشمس according to the type of substance. لانه مع الاسيد لونه بيبقى ريد، اما مع البيز لونه بيبقى بلو. سؤال 5 بيقول لك ايه هي الالوي؟ ايه هي السبيكه؟ used alloy made of iron added to some elements to resist rusting. عشان تقاوم الصدأ. طبعا الستانلس ستيل الوي سهله يعني، ستانلس ستيل الوي، ستانلس ستيل الوي مقاوم للصدأ، resistant rusting. الستانلس ستيل الوي. 6. الوي in making aircraft. بعمل بيها الطيارات. جاوبناها من شويه على فكره، اللي هي الومنيوم تيتانيوم الوي. 7. element used in making electronic chips. الرقائق الالكترونيه حليناها برضو من شويه، ده تعريف السيليكون او دي اهميه السيليكون. 8. low density transparent material. وطبعا ما تنساش بالمره ان دي انسيوليتور عازل كويس قوي قوي قوي، اسمها الايروجيل. اللي بعده بتاع سهل برضو مش صعب، تعال نشوفه كومباريزون لطيفه. اولا المقارنه بيقول لك قارن بين السلفر والكالسيوم على حسب ما مطلوب منك. شوف مطلوب منك ايه واعمله، قول له حاضر. بص يا عم الحاج، اولا عايز النيم. طبعا الاس سلفر والسي اي كالسيوم. اكتب يلا سلفر كالسيوم. الاتوميك نمبر. الاتوميك نمبر هو الرقم اللي مكتوب تحت، يبقى السلفر ب 16، اما الكالسيوم يبقى ب 20. الاتوميك نمبر هو الرقم اللي مكتوب تحت. طب بعد كده عايز الاتوميك ماس اللي هو الماس نمبر، الرقم اللي موجود فوق، يبقى 32. الرقم هنا ب 40. بعد كده عايز البروتون. البروتون هو ال 16، البروتون هو ال 20. بعد كده عايز النيوترونز، بعمل اللي فوق ماينس اللي تحت. 32 ماينس 16 ب 16، وهنا 40 ماينس 20 ايكوال 20. عايز النمبر اوف الكترون. الالكترون بتساوي البروتون، بروتون ب 16 يبقى البروتون ب 16، يبقى الالكترون ب 16 انا اسف. البروتون ب 20 يبقى الالكترون ب 20. عايز النمبر اوف انرجي ليفلز، وزع. هتقول لي السلفر 2 8 6 يبقى 3، اما الكالسيوم 2 8 8 2 يبقى 4. 4 انرجي ليفلز بس، خلاص سهله يعني مش صعبه. اللي بعده رايت ذا سامبل. اكتب الرمز يا عم اندرو. حاضر نكتب الرموز يا معلم. الكربون رمزه سي، والصوديوم ان ايه، والكلورين سي ال، الزنك زد ان، البوتاسيوم كي، والسيليكون اس اي، والجولد اي يو، اما السيلفر اي جي سندال دوسه وحش، والكبر سي يو. طبعا الفوسفورس اجمد يا ريكو بي، والليد بي بي، والميركوري اتش جي، والكروميوم سي ار. 10 وحش. خش على اللي بعده، انا قوي قوي حافظين كل حاجه. كالكوليت ذا اتوميك نمبر. تعالى بقى عشان ده محتاج حسبه، هنحسب مع بعضينا.
ان شاء الله يعني احنا شطار ونحسب صح. بيقول لك an element at the end of third period، يعني في اخر الدوره الثالثه. تحلها ازاي؟ طالما في الدوره الثالثه يبقى عنده 3 مستويات طاقه. حلو. قال لك في الاند، يعني ايه في الاند؟ يعني في الزيرو جروب، في الاخر خالص. طالما في الاند في الاخر خالص يعني في الزيرو جروب، يبقى اخره 8، واللي قبليه بيتملي ب 8 واللي قبليه بيتملي ب 2، يبقى المجموع بتاعك 18. تاني، انا element في الاند، انا عنصر في نهايه الدوره الثالثه. طالما الدوره الثالثه يبقى 3 انرجي ليفل. في النهايه يبقى انا عندي 8 الكترون عشان في النوبل جاز، يبقى الاجمالي بتاع حضرتك 18. طب اللي بعده يقول لك الكالاي اليمنت في الفورس بيريد. فورس بيريد معناها 4 مستويات طاقه: 1 2 3 4. ماشي. قال لك الكالاي، يعني ايه الكالاي بقى؟ يعني ساكن في ال1 A. يعني اخره كام يا اندرو يا مجدي؟ اخره 1. يبقى اخره 1، واللي قبليه بيتنقل ب 8 واللي قبليه 8 واللي قبليه ب 2، يبقى الاجمالي بتاع حضرتك 14. اللي بعده ان ارتجاز في الفيرست بيريود، طبعا دي محفوظه، ده الهيليوم ب 2. فيرست بيريود يعني في الدوره الاولى. ان الكالاين ايرث، سؤال 4، الكالاين ايرث اليمنت، الكالاين ايرث اليمنت في الثيرد بيريود. تعال نمسح كده عشان نعرف نشتغل. ماشي. الكالاين ايرث اليمنت في الثيرد بيريود يعني عنده 3 انرجي ليفل. ماشي. يعني ايه بقى الكالاين ايرث؟ الكالاين ايرث يعني موجود في ال 2A. يبقى اخره كام يا اندرو؟ اخره 2، موجود في ال 2A. الكالاين ايرث يبقى اخره 2، موجود في ال 2A. يبقى اللي قبلها ب 8 واللي قبلها ب 2، يبقى الاجمالي بتاعك 12. 5. element whose last energy M، يبقى اخر مستوى عنده M، يبقى K L M. قال لك الاوتر M has the same number of electrons in K. مش الكي بيتملي ب 2؟ قال لك الام زي الكي، هو اللي قال مش انا. قال لك الام has number of electrons هي الكي، يبقى ب 2، واللي في النص بيتملي ب 8، يبقى الاجمالي بتاعك ب 12. 6. an element في السكند بيريود في جروب 5 ايه، امسح معايا. حل. element، مالك؟ element في السكند بيريود اند جروب 5 ايه. سكند بيريود يعني 2 انرجي ليفل. 5 ايه يبقى اخره 5، يبقى اللي قبله ب2 يبقى ب7. سؤال رقم 7. الدايفالنت ميتال ان سكند بيريود. خلي بالك، عايز بس اقول لك نصيحه قلتها لهم في السنتر وفي المدرسه. بص، فكرك بيها. كلمه دايفالنت معناها لوز اور جين، يخسر او يخسر، يخسر او يكسب. 2 الكترون. يعني راجل لو ميتال يلوز، مين اللي هيلوز؟ الميتال. ومين اللي هيجين؟ النون ميتال. ماشي. يبقى انت لو دايفالنت راجل، يبقى اخرك 2 هتلوزهم. اما لو انت دايفالنت ست، فانت اخرك 6 وهتجين 2. خلي بالك من دي بقى. يبقى الدايفالنت لو انت راجل ميتال، يعني لو انت بتسمعني يوتيوب ما تستغربش، انا بقول على الرجاله ميتال عشان بتخسر. يبقى ميتال لوز 2 الكترون. اما لو انت ست هتجين يعني نون ميتال، يبقى اخرك 6 الكترون عشان تكسب 2. يبقى خلي بالك من اللي انا قلته. تعالى بقى نشوف هو مطلوب منك ايه.
داي فيلنت ميتال في السكند بيريود يبقى عنده 2 انرجي ليفل. طالما ميتال يبقى اخره 2، لانه داي فيلنت هيخسرهم، واللي قبليه ب2 يبقى ده ب4. طب 8 داي فيلنت نون ميتال. طالما نون ميتال يبقى اخره 6، عشان هيكسب كام؟ يكسب 2، يبقى 8، واللي قبلها ب2 يبقى ده 8. يبقى 8 اجابته 8. سؤال 9. an element in the start of second period. في start السكند بيريود يعني عنده 2 انرجي ليفل في الستارت، يعني في ال1 a في البدايه يبقى اخره 1. يبقى عنده 2 انرجي ليفل واخره 1، واللي قبلها ب2 يبقى الاجابه 3. لان هو في بدايه السكند بيريود يبقى عنده 2 انرجي ليفل في البدايه يبقى اخره 1، لانه في ال1 a. اللي بعده مقارنه لذيذه طريفه سهله، تعالى نقارنها ويلا بينا. دلوقتي بيقول لك قارن ما بين البروتون والنيوترون والالكترون من حيث التشارج الشحنه، واللوكيشن المكان، والماس الوزن. طب يلا بينا. البروتون اللي تشارج هتقول لي بوزيتيف، النيوترون نيوترال متعادله، اعملها بشكل نضيف بس، نيوترال متعادله. والالكترون نيجاتيف. ماشي. اللوكيشن، طبعا البروتون والنيوترون الاثنين موجودين في النيوكليوس، اما الالكترون في الانرجي ليفل. الماس الاوزان. بص بقى، البروتون كان ب1 يو والنيوترون ب1 يو، اما الالكترون 1 على 1836 يو. حفظت لك في السنتر 1836. اللي بعده قارن بين جروب 1A و 7A من حيث النيم. طبعا النيم ال1A اسمها الكالاي ميتال، وموجوده فين؟ في الاس بلوك. اما ال7A اسمها هالوجينز، موجوده في انهي بلوك؟ في البي بلوك. قارن بين ال2A والزيرو جروب من حيث النيم والبلوك. طبعا ال2A اسمها الكالاين ايرث، الكالاين ايرث اليمنت، اما الزيرو اسمها النوبل جازس. البلوك ال2A في الاس بلوك والزيرو جروب في البي بلوك. بيقول لك ازاي سيباريشن، الفصل، افصل ازاي الساند والايرن فيلنج باي ماجنت او ماجنتيك اتراكشن بالمغناطيس. اما الشوجر والووتر عن طريق الايفابوريشن، التبخير، عشان دايب. 2 oxygen and water من حيث التايب اوف مولكيول. طبعا التايب هنا الاكسجين اليمنت والووتر كومباوند. اللي بعده مقارنه بين التوث بيست والليمون. تقول لي طبعا التوث بيست هيخلي الليتمس بيبر لونها بلو، اما الليمون هيخليها ريد، حمراء، عشان التوث بيست اسيد. سوري توث بيز، التوث بيست بيز والليمون اسيد. بعد كده تجيب ريزونز بتاعتك، من فضلك ذاكرهم، كده كده البي دي اف هيبقى معاك على اليوتيوب اهم، ذاكرهم من فضلك ارجوك يعني. هيجي في الامتحان جيف ريزونز طبعا اهم كلهم، جيف ريزونز لحد 32. ثم الوقت هابتنز بتوعك مش كتير، هم 13 سؤال.
بعد كده كام سؤال السي اللي هو ايه البيلدنج يونت اوف ماتر، وايه المحاولات بتاعت مندليف وموزلي ومش عارف مين. حاجات بسيطه يعني مش صعبه، ما فيهاش اي مجهود منك خالص، انت عارفهم بالفعل. تعالى ناخد الاسئله اللي ممكن يكون بعد الشر فيها مجهود شويه عليك. فكر معايا بسم الله. قبل ما نتكلم ارجوك خليك عارف وخليك عارفه يا اختي يا حبيبتي ان انت عندك 3 قوانين او 3 قواعد تعرفيهم. مين هما؟ بص بقى. واحد، الماس نمبر يساوي البروتون زائد النيوترون. طيب رقم 2، الاتوميك نمبر هو البروتون هو الالكترون. ماشي. رقم 3، عشان تحسب النيوترونات بتساوي اعمل الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر. 3 قوانين دول ارجوك خليك عارفهم من فضلك. تعال نحل. السؤال الاول 6، بيقول لك اتوميك نمبر ب 11 والماس نمبر ب 23، احسبي الالكترونات. تقول لي طبعا عنده الالكترونات هي الاتوميك نمبر ب 11. احسب لي البروتونات، هتقول لي برضو البروتونات هي الالكترونات ب 11. طب احسب لي النيوترونات، اعمل الماس نمبر ماينس الاتوميك نمبر. 23 ماينس 11 بتساوي 12. اللي بعده. السؤال رقم 7 بيقول لك an element has 13 proton and the number of neutrons is more than the number of protons by 1. يعني ايه الكلام ده؟ يعني الراجل ده عنده 13 بروتون وعدد النيوترونات more than number of protons by 1. يبقى عدد النيوترونات بكام؟ ب 14. يبقى البروتون ب 13 والنيوترون ب 14. عرفت منين يا اندرو ان النيوترون ب 14؟ لانه قال ان عدد النيوترونات ازيد من البروتونات بواحد، وعدد البروتونات 13 يبقى عدد النيوترونات 14. طيب عايز النمبر اوف الكترونز، طبعا عدد الالكترونات هو البروتونات، الالكترونز ب 13. طب عايز النيوكليونز، طبعا النيوكليونز هو الماس نمبر اللي هو هتجمع البروتون زائد النيوترون، يبقى 13 بلس 14 ايكوال 27. بعد كده عايز الالكترون كونفيجريشن، التوزيع الالكتروني. عشان توزع توزيع الكتروني صح هترسم النيوكليوس، تقول النيوكليوس فيها بوزيتيف 13 وبوزيتيف نيجاتيف 14، وتوزع كي ال ام 2 8 3. بعد كده بيقول لك طب قول لي النمبر اوف الكترونز في الاوتر ليفل. بص على الاوتر ليفل اخر مستوى طاقه هتقول لي 3 الكترونز، 3 الكترونات. ثم خش على سؤال 8. سؤال 8 بيقول لك an element H electrons are distributed in 2 energy levels. يبقى هو عنده 2 energy level and الاوتر ليفل بيحتوي على 4 الكترون. الاوتر فيه 4 يبقى اللي قبليه فيه 2، يبقى الاتوميك نمبر ب 6. يبقى الاتوميك نمبر هو البروتون هو الالكترون ب 6، ومديك ان النيوترونات ب 6، النيوترونز برضو ب 6. ماشي. عايز الالكترون كونفيجريشن، يبقى اذا احنا عاملينه يعتبر بس في الاسلام نيوكليوس نقول ان هي بوزيتيف 6 وبوزيتيف نيجاتيف 12، وطبعا الكي ب 2 والال ب 4. اللي بعده فايند ذا اتوميك ماس. الاتوميك ماس اللي هو الماس نمبر، تقول لي البروتون اللي هو ب 6 زائد النيوترون اللي هو ب 6 يعني 12. 6 زائد 6 12. بعد كده عايز السامبل اوف اليمنت
في A وزد. طبعا السايمبول قال لك ان هو اسمه اتش، يبقى ادي اتش 12 فوق اللي هو الماس نمبر و6 تحت اللي هو الاتوميك نمبر. ما تنساش طبعا ده الكربون، ده عنصر اسمه الكربون سي 6. اللي بعده سؤال يعني اسف يعني تافه قوي، تافه قوي يعني، مش بتريق بجد، تافه. يقول لك the following table shows some groups of the periodic table from the previous table complete element of group A are known by not elements. طبعا A دي اللي هي ال 1A و B اللي هي ال 2A وطبعا C اللي هي الهالوجين ودي هي النوبل جاس. The element of group A are known by alkali metal اللي هي ال 1A alkali metal. اللي بعده and the element of group D is known as كتبناها نوبل جاسز. B the valency of group B الفالنسي بتاع جروب B طبعا 2 اللي هي دايفالنت والفالنسي بتاع C تقول لي والله يا اندرو هم مونوفالنت عشان 7A 7A مونوفالنت عشان هيجين 1 يكسب 1. اللي بعده اخر ورقه غالبا وبيقول لك the following figure represent the third period الدوره الثالثه A B C D E F G H. بيقول لك the atomic number of element H اللي هو inert gas. طبعا خلاص انت كده حليت يعتبر كلها، هقول لك ليه دلوقتي. بص لي يا عم، هنمسح وركز معايا. شو قال لك ثيرد بيريود الدوره الثالثه، يبقى كلهم بيحتوي على كام انرجي ليفل؟ 3. يبقى الايه بيحتوي على 3 انرجي ليفل 2 8 ومعرفش الاخير ده بيتملي بكام. ليه معرفش؟ هتفهم دلوقتي. والبي 3 انرجي ليفل 2 8 والاخير معرفش بكام. والسي 3 انرجي ليفل 2 8 ومعرفش هيتملي بكام. 2 8 نفس الكلام معرفش هيتملي بكام، نفس الكلام. نيجي بقى عند الاتش ونقول لا لحظه، الاتش هنا ارتجاز، انا عارف كده هو مليان بكام؟ ب8. يبقى اذا هو قال لك ان element اتش ان ارتجاز يبقى اخره 8 وعنده 3 انرجي ليفل يبقى ب 18. ركز بقى، لو ده ب 18 اتش ب 18 يبقى سي ب 17 يبقى اخره 7. يبقى اخره 7 وده ب 18 يبقى ده ب 17 يبقى اللي وراه ب 16 واللي وراه ب 15 14 13 12 و1. يبقى انت كده فهمت هي ماشيه ازاي. يبقى دي الثيرد بيريود في ال1 A اللي هو A وال2 A اللي هو B وال3 A اللي هو C 4A 5A 6A والسي 7A والاتش هو الزيرو جروب. ماشي، تعالى بقى. which of the following element are considered alkali؟ مين الالكلاي؟ طبعا الالكلاي هي جروب 1A اللي هي دي بالاصفر اللي هو element A. اللي بعده which of the following is considered alkali earth؟ مين alkali earth يا معلم؟ alkali earth اللي هي نمبر 2 اللي هو B، ده alkali earth اللي هي 2A يبقى B. اللي بعده مين هالوجين؟ طبعا هالوجين اللي اخره 7 وهو الجي. خش على بعده بتاعت لويس، وما تنساش دايما بقولها في السنتر والمدرسه، لويس دايما بينقط اخر مستوى طاقه، بيرسم اخر مستوى طاقه.
يعني لويس بيتكلم في الاوتر موست انرجي ليفل، يعني النقط دي قبل ما ابدا شرح اهو بتاعت الاوتر موست انرجي ليفل، لويس بيرسم اخر مستوى طاقه. From the opposite Lewis dot structure of element X located in period 3. اقف. period 3 يعني الدورة الثالثة، يعني عنده 3 انرجي ليفل. اقف ابوس ايدك، مهمة. يبقى عنده 3 انرجي ليفل، كي ال ام، كي ال ام. عرفت منين؟ عشان قال لك في بيريود 3 واخر مستوى طاقه في 1 2 3 4 5 5 الكترون، يبقى اللي قبليه 8 واللي قبليه ب2. خلاص قربنا نخلص. واحد عايز الاتوميك نمبر، خلاص ما احنا جبناه ب 15. الفالنسي طبعا ده نون ميتال عشان اخره 5، يبقى هيجين 3 الكترون عشان يبقى 8، يبقى تراي فالنت. التايب اوف اليمنت لسه قايلينها نون ميتال. ثم قال لك انا عايز الاليمنت الاتوميك نمبر يعني بتاع اللي بيرسيد اللي قبله في نفس البيريود. عايز اتوميك نمبر الاليمنت اللي قبله في نفس البيريود. عايز اتوميك نمبر الاليمنت اللي قبله في نفس البيريود. تقول انا مش فاهم. بص، شرحت لك طبعا 60 مليون مره وركز فيها عشان مهم. اهي العنصر ده مثلا اللي هو في النص، لا لو انتوا بالاصفر، لو انت عايز اللي قبليه في البيريود يعني شمال يبقى بتعمل ماينس 1، ولو انت عايز اللي بعديه في نفس البيريود يبقى انت يمين بلس 1. طب لو انت طالع لفوق يعني عايز اللي قبليه في البيريود، لو انت طالع فوق يبقى اللي بريسيد في البيريود اللي قبليه في البيريود يبقى انت بتماينس 8. طب لو انت عايز اللي بعديه في الجروب يبقى انت بتبلس 8. الكلام ده مهم قوي. يبقى انت عندك عنصر في النص، انت عايز الاتوميك نمبر مثلا، تعال نعلم باللون اللبني. انت عايز الاتوميك نمبر بتاع العنصر اللي قبله في الجروب يبقى انت هتماينس منه 8. طب عايز اللي قبله في البيريود هنا اهو يبقى انت هتماينس منه 1. طب عايز اللي بعده في البيريود هتزود 1. طب عايز اللي بعده في الجروب هتزود 8. يبقى السؤال بيقول لك انا عايز اللي بيرسيده اللي قبله في البيريود وعايز اللي بيرسيده في الجروب. عايز اللي قبله. ارجع للصليبه دي تقول لي اندرو عايز اللي قبله يعني عايز هنا. تعالى نلونها مثلا بالاخضر ده. يبقى انت عايز اللي قبله في البيريود اهي، واللي قبله فين؟ في الجروب اهي. بس خلاص خلصت. اللي قبله في البيريود نقص 1 واللي قبله في الجروب نقص منه 8. تعال نشوفها. يبقى اللي قبله في البيريود هتقول لي والله هو ب 15، يبقى 15 ماينس 1 ايكوال 14. طب اللي قبله في الجروب تقول لي 15 ماينس 8 ايكوال 7. اللي بعده يقول لك the following figure shows the electronic configuration of element X. ماشي. مش دول 3 انرجي ليفل؟ 1 2 3 اهم. 1 2 3. عد يا ابويا في كام الكترون في الاوتر ليفل. هتقول لي بص تعالى عدهم: 1 2 3 4 5 6. يبقى هو عنده كام الكترون في الاوتر ليفل؟ 6 الكترون في الاوتر ليفل. يبقى اذا الاخير ب6، واللي قبليه 8 واللي قبليه 2. يقول لك احسب لي الاتوميك نمبر. خلاص خلصناها. عايز الاتوميك نمبر. تقول لي الاتوميك نمبر ب 16. عايز البليس اوف اليمنت، مكان الاليمنت. وزع ال 16 وشوف مكانه فين. تعالى نسكنه مع بعض. بليس مكانه، نسكنه. ال 16 2 8 6 يبقى هو موجود في بيريود 3. يعني بعد الانرجي ليفل اعرف البيريود. موجود في جروب، ببص على اخر مستوى طاقه. الجروب هيبقى 6 ايه، ببص على اخر مستوى طاقه.
طب طالما في الستة ايه يبقى هو في الاس في البي بلوك. جبنا مكانه وبطاقته وكل حاجه عنه. اللي بعده قال لك انا عايز التايب اوف اليمنت، مش هو اخره 6؟ يبقى ده نون ميتال. ده حليناه خلاص، حليناه هنا اهو على اليمين، ده نون ميتال. الفالنسي طالما هو اخره 6 يبقى هو نون ميتال، جين 2 الكترون، هيكسب الكترونين يبقى داي فيلنت. اللي بعده غالبا ده اخر سؤال. واقول لك بسم الله. The following table represent the element in second period، في الدورة الثانية. ماشي. مديك 1A 2A 3A 4A 5A 6A 7A والزيرو جروب، ومديك الليثيوم ومعاه نقطة، والبريليوم معاه نقطتين، والبورون معاه 3 نقط، والكربون معاه 4، نيتروجين معاه 5، والأكسجين معاه 6، والفلورين معاه 7، والنيون معاه 8. وعايز الفالنسي اوف بورون. بورون اهو. طبعا الفالنسي هو عدد الالكترونات الانبيرد الغير مربوطه. هنا عنده كام الكترون انبيرد؟ 3. الثلاثه انبيرد يبقى تراي فالنت. التايب اوف ليثيوم، طبعا الليثيوم ده يا فندم ميتال وانت مغمض عينك طبعا يعني. ميتال اليمنت الفالنسي بتاعه داي فالنت. مين الميتال الداي فالنت؟ البريليوم البي اي. طب مين الميتالويد؟ طبعا انت حافظه، البورون، بورون سيليكون جيرمينم ارازينيك انتيموني تيليريوم. يبقى الميتالويد بتاعك هو البورون. طب مين الهالوجين؟ الهالوجين هو الفلورين. طب عايز نون ميتال داي فالنت. نون ميتال داي فالنت. مين النون ميتال داي فالنت؟ تقول لي طبعا الاكسجين. بس كده عنده 2 انبيرد يبقى الاكسجين. طب مين الانرت اليمنت؟ طبعا النيون. ربنا معاكم يا سنه اولى. خلصنا. نرجو الحصه تكون او المحاضره تكون لطيفه ومراجعه لذيذه، تكون حضرتك استفدت ان شاء الله. انا منزلك قبل الامتحان باذن ربنا يعني بفتره وجيزه، حبه حلوين 3 4 5 ايام وممكن اسبوع كمان. ربنا معاكم ودمتم في سلام الله. انا اندرو مجدي ذا تيتشر اوف ساينس، ودايما ما تنساش ان الساينس ويل بي ايزي وزمي عزيزي. برضو احنا ما شرحناش كتير، احنا كنا بنحل اكتر. ربنا معاكم، واللي محتاج حاجه يكتب لي كومنت او يبعت لي على الواتساب. الى اللقاء، مع السلامه.